صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة الفراخ المقرمشة، الصدور، ممكن تقولي الستريبس. هي التنبورة علشان هي بتتعمل بالسيفن اب، هي بوحدة كنز. هنعمل بيها كمية الفراخ. هتشوفي السر بتاعها وسر القرمشة. وعلى فكرة هي اتطلبت مني قبل كده، لان انا عملتها كانت على اليوتيوب، وعايزينها اعملها على الفيسبوك. هتجربيها بالطريقة دي وهتشوفي سر القرمشة وسر الطعم. اللي جربوها قبل كده فعلا عجبتهم جدا. بس مش هطول معاكم بقى، يعني لو أول مرة تشوفوني، أنا فايزة عبد الله. هنبدأ دلوقتي مع بعض. أول حاجة طبعا معانا وحدة الكنز السيفن. معايا صدرين من الفراخ، هما صدرين كبار أو أي كمية أنت عايزة بقى تعمليها. أنا هعمل صدرين كبار، هما مغسولين كويس. أنا بجيب الصدور زي ما هي سليمة، لكن ما تقوليش البانيه لأن البانيه مش هينفع. الصدور تقطعيها كده سلايز بالشكل ده، طبعا مغسولة ومتنشفة ومحطوط عليها ليمون. بنقطع كده الصدر من النص، وبعدين أبدأ أمسك كل جزء كده أقطعه كده بالطول زي ما شايفين كده. وهمسك الصدر التاني برضو نفس الحكاية، بشيل القطعة اللي هي لوحدها دي، وأعمل بقى بعد كده أقطع بقية الصدر بالشكل كده، السلايز بالطريقة دي. قطعت كده الصدرين كلهم، هحط عليهم عصير ليمونة. معانا بقى التوابل اللي هي هتديكي كمان الطعم. طبعا انا هحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، بس زي ما احنا شايفين بقى التوابل اللي هنحطها. معايا الملح، معايا الفلفل الاسود، الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا، الشطة، الزعتر، الكبابة الصيني. من كله معلقة، ما عدا الكبابة الصيني انا حاطة منها نص معلقة. والشطة برضو لو انت حابة تحطي شطة برضو نفس الحكاية. الزعتر بيدي طعم حلو قوي. كل التوابل دي هي التوابل بتاعتها كتيرة شوية. هحط الكمية دي عشان انا هقلبهم على بعض واخد نصهم، شايفين كده، بس لازم يتقلبوا كويس قوي. هاخد نصهم بقى كده على الفراخ اللي انا مقطعاها، حطيتهم كده على الفراخ، هقلبهم بقى كويس قوي. وبعدين في التوابل بتاعه الفراخ اللي هي الاكياس، لو انتي حابه تحطيها برضو بتدي طعم حلو قوي، اللي هي بتاعه كنور تقريبا او ماجي. وبعدين هحط السر بقى اللي هو السيفن، يكون ساقع شويه. هحط شويه كده حوالي زي ربع كوبايه، هقلبهم كويس، هغطيها حوالي زي ساعتين 3 ساعات، وأحطها في التلاجة. لما تتشرب من بعضها هبدأ أحط الخليط بتاع الدقيق. معايا الدقيق كوباية ونص، الكوباية اللي هي المعيارية، ودي نص كوباية كمان. معايا كوباية إلا ربع من الدقيق الذرة الأصفر. الدقيق الذرة الأصفر غير النشا. الدقيق الذرة الأصفر ده اللي هو بيتعمل بيه الكيك، بيدي لون حلو قوي. دي ربع معلقة، ربع كوباية من نشا الذرة. معايا معلقة من البيكنج باودر. هقلبهم كده كلهم مع بعض كويس. هحط بقى بقية التوابل كلها في نفس مع الدقيق، يتقلبوا كويس قوي. هجيب بقى قوالب التلج، معايا شوية تلج كده حلوين، هحطهم واحط عليهم بقية السيفن اب المتلج مع التلج. هبدأ أحط بقى شرايح الفراخ اللي متقطعة ومتبلة كده، هروح واخداها كده أشيلها، أروح حطها في الخليط بتاع الدقيق. شايفين أنا بعمل إيه؟ بصفيها كده من المية بتاعتها واروح حطاها. هقلبهم كده كويس. هجيب الدقيق من تحت لفوق كده الخليط، واروح واخداه وحطاه في المية الساقعة او في السيفن الساقع. هروح حطاه كده بعد ما نفضه كده من الدقيق، وبعدين هشيله من السيفن على طول واروح حطاه تاني في الخليط الدقيق. وهقلب كده، هجيب من تحت لفوق حوالي 10 مرات. لو انت عايزة الطبقة الخارجية تكون سميكة شوية، ممكن تروحي واخداها تاني وتروح حطها تاني في السيفن اب، وتروحي بعد كده مقلبة
بايديك الاتنين كده تروحي حاطه حوالي مقلباها حوالي 10 مرات كده. انا هجيب كده بايديا الاتنين، هجيب الخليط من تحت لفوق كده اقلبه حوالي 10 مرات عشان الطبقه الخارجيه. بصوا الكراست عامله ازاي، دي التموجات دي اللي في الفراخ، هي دي اللي بتدي القرمشه. هنفضها كده شويه او اجيب مصفى واحطها اصفيها كده بالمصفى عشان ينزل الدقيق الزياده فيها. هجيب بقيه الفراخ هاخد شويه برضو واعملهم بنفس الطريقه. اخدت الفراخ حطيتها في الدقيق الاول، ومن الدقيق حطيت في السيفن، ومن السيفن حطيت تاني في الدقيق، وتتقلب بقى كده كويس. انا حطيت في المصفى عشان لو في باقي دقيق، وهنخله كده كويس. هبدأ بقى احمر معايا الدقيق الزيت الزيت يكون بادئ في السخونية كده شوية، ما يكونش لا سخن قوي. هحط كده الفراخ بالشكل ده، شايفين اللون بتاعهم وشايفين القرمشة بتاعتهم. حطيتها اخدت حوالي 10 دقايق كده، وبعدين هطلعها على شبكة او في مصفى علشان الزيت ما يبقاش يعني ما يبقاش فيها او ما تشربش زيت. ما تحطيهاش على مناديل ورق. هحط بقية الكمية، شايفين الشكل بتاعهم وشايفين اللون. مش عايزة اقول لكم يعني فعلا ولا اكنك الريحة اكنك في محل كنتاكي. الحقيقة الريحة حلوة جدا والطعم بتاعهم كمان خطير. هنعمل الصوص بتاعهم. معايا المايونيز، هحط المايونيز حوالي ربع كوباية. هحط معلقتين من المستردة، وهحط معلقتين من الكاتشب. هقلبهم كويس واحط عليهم فلفل اسود، وهحط عليهم معلقة عسل ابيض. شايفين الشكل بتاعهم. الصوص ده يجنن الحقيقة. شايفين القرمشة بتاعت الفراخ. على فكرة انا الكمية دي وانا ما كملتش بقية الكمية كلها. شايفين سامعين صوت القرمشة وقطعة الفراخ كده مع الصوص. بجد طعمها حلو جدا وريحة حلوة جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفولو على الفيسبوك ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد.